إزاي تبقي حورية زي سعاد حسني. النهارده هنتعلم من سعاد حسني الراحلة الجميلة إزاي هي كانت أنوثة طاغية والكل كان بيحبها وما زلنا بنحبها وبنشوفها هي سندريلا الشاشة. يا ترى سندريلا الشاشة كانت بتعمل إيه وإيه اللي ممكن نتعلمه منها؟ أول حاجة، سعاد حسني كان ليها ستايل وشكل معين خاص بيها هي وبس. كانت ليها رسمة ايلاينر معينة، رسمة عين معينة، رموش، كانت بتحط رموش. شفت كذا لقاء كانت واحدة بتتكلم ان هي بتحط الرموش. كانت قبل التصوير بتستعد جدا كشكليا، وكانت محافظة قوي على وزنها. فانا قلت قبل كده في فيديوهات سابقة ان الحورية مهمة قوي تهتم بشكلها، مهم قوي ان هي تبقى في الشيب المظبوط بتاعها، ويبقى ليها الميك اب الخاص بيها. مهم قوي ان انت تتعلمي تقعدي قدام المرايه تطلعي كل الميك اب بتاعك وتقرري ان انت تتعلمي رسمه ميك اب تكون خاصه بيكي انت وبس. ممكن تتعلمي من على اليوتيوب رسمه ميك اب لايقه على شكل وشك، على حسب الشيب بتاع وشك وعلى حسب شكل عينك تتعلمي ميك اب يبقى ثابت ليكي انت وبس، وتحافظي قوي على جسمك. ومهم قوي تعملي ستايل لبس ليكي، ما نجريش ورا الموضة وخلاص. مهم قوي تشوفي ايه اللبس اللي بيخليكي مرتاحة نفسيا مع نفسك وبيخليكي واثقة في نفسك. مش مهم ان هو موضة قد ما يكون مهم ان نبين شيب جسمك حلو. يعني لو انت شيب جسمك ساعة رملية او مثلث مقلوب، اعرفي ازاي تلبسي حاجة تليق على شكل جسمك، مش تلبسي وخلاص. الموضوع مش عبثي، لا، انت بتتعلمي ازاي تلبسي والالوان اللي لايقة على اندر تون بشرتك، وتتعلمي اندر تون بشرتك دافي ولا بارد ولا ايه بالظبط. بناء على كل حاجة فيكي هتتعلمي ازاي تظهريها بالشكل الاحلى. ودي اول حاجة هي الشكل. احنا مش هنكون بنزيف الكلام ونقول ان الشكل مش مهم، الشكل مهم قوي. فلو انت عايزة تحوشي شوية فلوس عشان تعملي فيلر اعمليه، لو عايزة توردي شفايفك ورديها، عايزة تعملي ميكروبليدنج اعمليه، عايزة تركبي نيلز ركبي. سعاد حسني في افلامها القديمة لاحظوا كانت دايما بترسم ضوافرها بينك، لون كده رقيق، مع رسمة الايلاينر التقيلة. والشعر بتاعها كانت بتعمل له فوليوم، كان قصير وليه شكل معين، وشعرها دايما اسود. بلاحظ ان دايما الحوريات في منهم معظمهم الشعر الاسود بيبقوا متميزين بيه، زي هيفاء وهبي اخدت فترة بالشعر الاصفر بس رجعت تاني للشعر الاسود، وياسمين صبري، وعندك سعاد حسني. الوحيدة الشقرة هي مارلين مونرو. فمهم قوي ان انتي تشوفي لون الشعر اللي لايق عليكي وستايل الفورمة تعمليها لنفسك، تجيبي البكر بتاع الشعر تظبطي شكلك كده. عايزه اقول لكم ان انا شعري كان طويل وكله حابب شعري الطويل، وكان هو خفيف شويه. حسيت ان هو مش ظاهر كده، مش ظاهرني. فرحت قصيته واتهورت، قلت اشوفه هيليق عليا ولا لا. سيبيلي كومنت لو الشعر القصير لايق عليا. فالتغيير ما تخافيش منه، غيري وجازفي، وسيبك من الخوف ان الحاجه مش تبقى لايقه عليكي. غيري من نفسك كل فتره، غيري في شكلك، في ستايل لبسك، في ستايل الميك اب بتاعك، غيري. بس المهم تبقي مرتاحه وواثقه في نفسك في كل حاجه انت فيها، سواء بميك اب وسواء من غير ميك اب. المهم تبقي واثقه من نفسك. ومهم قوي ان كل شهر تطلعي مبلغ تشتري بيه لبس، حاجه تستايليها وتطلعك في شكل احلى. دي اول حاجه. تاني حاجة، سعاد حسني ما كانتش بتخاف ان هي تضحك. كانت متميزة بضحكتها العالية، كانت بتضحك ضحكة أنثوية جدا. ضحكة كتير قوي حاولوا يقلدوها ولكن معرفوش. ما تقلديش حد في ضحكتك، وما تخافيش ان انت تضحكي. ودايما خليكي شخصية إيجابية متفائلة. خلي طاقتك الداخلية فيها نوع من الإيجابية، وان هي تبقى ظاهرة عليكي في ان انت مش اي حاجة تضحكك، مش بنفيكت احنا الموضوع، ولكن ان انت تبقي متميزه بالضحكه بتاعتك. في ناس كتيره بتخاف ان هي تضحك، بتحب ان هي تحافظ على الشكل الرزين والشخص اللي هو كده سيريس في نفسه. لا، اضحكي وما تخافيش، اضحكي، اظهري انوثتك بالضحكه بتاعتك. لو ما بتعرفيش تضحكي اتعلمي الضحكه، اعملي سيرش ازاي اضحك، ازاي يبقى ليا ضحكه خاصه بيا، اعرفي التون بتاع الضحكه. فسعاد حسني كانت متميزه قوي بضحكتها اللي كانت عاليه وكانت كلها انوثه، ومش اي حد بيعرف يعملها. سعاد حسني في لقاءاتها كانت متميزة جدا بإن هي مثقفة. كانت بتعرف تتكلم في أي حاجة، سياسة تلاقي، تعليم تلاقي، فن تلاقي، كل حاجة بتعرف تتكلم فيها. الست الحورية، المرأة الحورية لازم تبقى مثقفة وملمة ببعض الأشياء. ما ينفعش تبقى دماغك كبيرة وانتي مش بتمليها.
عايزة تبقى دماغك كبيرة وتبقي فهمانة، ست فاهمة، اقري في كل حاجة وما تخافيش، اسمعي فيديوهات لكل حاجة، ثقفي نفسك. ميبقاش وقتك على النت او على السوشيال ميديا مجرد وقت ما بتقضيش فيه حاجة، ما بتستفيديش منه بحاجة. مهم ان انت تبقي بتستفادي وبتسكرولي في حاجات مفيدة. اقري عن الطب، عن الامراض، عن التاريخ، عن ثقافة بلد معين. اقري في كل حاجة وما تخافيش. دماغك الواعية هي اللي هتجذب الناس ليكي. ايه تاني كان بيميز سعاد حسني؟ الدلع. يا لهوي على الدلع. الدلع كل الحريات بتشترك فيه. الاسلوب اللي فيه مياعة وصوت انثوي ناعم، لازم نتعلمه. وانا عارفة انه من اصعب الدروس، بس خلينا نتكلم عنه. النبرة اللي انا بتكلم بيها دي اسمها نبرة حيادية، نبرة صوت عالية واضحة. دي مش لازم انت تتكلمي بيها، انت مش بتعملي لقاء تلفزيوني ولا بتعملي برنامج زيي، بتعملي فيديو. مهم قوي ان انت تتكلمي بالطريقة الناعمة. هاتي تون صوتك من اقل حاجة خالص واتكلمي بيه. عارفة كأنك بتتكلمي بصعوبة. شفتي صوتك وانت عندك برد او صاحية من النوم؟ عارفة التون بتاع الصوت اللي مش قادرة تتكلمي؟ خليه ده تون صوتك. دايما صوتك هادي من أول طبقة في صوتك بتتكلمي منها. ومهم قوي تدلعي الكلام وانتي بتكلميه وتتكي عليه. أيوة، حاضر، تمام، أيوة، فعلا، معاكي حق. ن- نعلي وننزل بالصوت، نعلي وننزل، نخلي الصوت بتاعنا شيق ممتع واحنا بنتكلم. الدلع طبعا هتمارسيه مع الراجل وتمارسيه في كلامك العادي. خلي فيه كلمات تبقى انت مميزة بيها. يا لهوي قوي، فعلا، فعلا، فعلا. مثلا يعني احنا بنختار كام كلمة نبقى متميزين بيها فيها الدلع. كلهم بيتدلعوا. انا عارفه ان الموضوع يبان رخم ان انا اتدلع وان انا امثل الدلع، بس انتي حاولي ما تمثلوش، حاولي تستمتعي بيه وتعيشيه. انتي انثى وخليكي في طاقة الأنوثة وتعاملي كأنثى. اتعاملي كليدي. الليدي صوتها ناعم رقيق هادي، بتتكلم من أقل تون في صوتها، وفي نفس الوقت في كلمات بتدلعها وكلمات مميزة بيها. ما تتكسفيش ولا تخجلي ولا تحسي بالعار ان انت تتكلمي من التون ده بتاع صوتك. اللي يقول يقول، هيقولوا عليكي دلوعة يقولوا، ده المطلوب. هيقولوا عليكي دي بتنعم صوتها، ده مش صوتها الحقيقي، ما يقولوا. المهم ان انت تتغيري وتبقي مقتنعة بنفسك. انت عايزة صوتك يبقى رقيق وحلو، وهما مش احسن منك. كل اللي بتنعم صوتها مش احسن منك. وعايزة اقولك ده سلاح ذو حدين. الست اللي بتنعم صوتها بتخلي الستات تغير منها، بتخلي الرجالة تغضى عليها، وبتخلي الرجالة تضعف قصادها. فسلاحك فده سلاح ذو حدين، ان انت تستخدمي صوتك الناعم الرقيق وتستخدمي صوتك الانثوي اللي فيه دلع. هيفاء وهبي بتدلع، مارلين مونرو شوفي لقاءاتها كلها دلع. سعاد حسني كمان معروفة في تصوير أفلامها وفي لقاءاتها إن هي صوتها ناعم ورقيق. في لقاءاتها مش بتتكلم بطريقة الدلع اللي بتتكلم بيها في الأفلام، ولكن هي صوتها موزون وناعم. في ناس صوتها بيبقى عالي وبتتكلم بسرعة وما بنفهمش منهم حاجة. فلو انتي بتتكلمي بسرعة وكلامك مش مفهوم، مهم قوي تشتغلي على الكلام الهادي. اقري كل يوم صفحة كتاب، اقري كل يوم صفحة من كتاب بصوت هادي وبطريقة بطيئة، علشان تدربي صوتك على الكلام الناعم الهادي. حسني في تعاملها العادي، في مشيتها كلها دلع وكلها هدوء. أنثى ماشية، مش حد ماشي كده وخلاص، ماشية كده فيها سرعة أو مشي ما فيهاش أنوثة. لا، مشيتها كلها أنوثة، حتى حركات إيديها وحركات جسمها كلها أنوثة. الآي كونتاكت اللي بتعمله بعينها كلها جاذبية. عينها بتتكلم. مهم قوي وانتي راسمه عينك ومظبطه شكلك في الميك اب ان انتي لما تيجي تتكلمي تبصي قوي في عين اللي قدامك من غير خجل. يا لهوي لو اتدربتي على كده، اخدتي نص الجاذبيه الارضيه. بصي على عين اللي قدامك من غير كسوف ومن غير خوف. مهم قوي وهتجذبيه. مهم قوي في الحورية ان هي تكون لا تخجل، بس في نفس الوقت ان هي مش خجلانة، ولكن مش مبتذلة. بصتها مش مبتذلة، مش البصة اللي هي الجريئة، لا، هي بصة بثقة، ولكن فيها نوع من الخجل. سعاد حسني كانت أنثى في روح طفلة. مهم قوي تحافظي على طفولتك وتحافظي على ضحكتك وتحافظي على ان انت في الاخر طفلة. طفلة بتفرح قوي وبتلعب وبتجري وبتتنطط ومبسوطة. ما تحافظيش على الروح الجامدة القوية اللي غصب عننا بنتعايشها بالسن لما بنكبر. مهم قوي تحافظي على روحك كطفلة، تعملي أنشطة فيها طفولية، زي ان انت تروحي الملاهي، تتبسطي، تجيبي كاندي، تعملي حاجات فيها روحك كطفلة. ويا سلام بقى لما الراجل يشوفك كده،
هيحبك وهيعتبرك حاجة كده بريئة. فسعاد حسني كانت أنثى بريئة. مهم قوي تحافظي على نظرة كلها طفولة وكلها أنوثة. عارفة لما انت تبقى جواكي روح طفلة، ده هيظهر على عينك، على لمعة عينك. سعاد حسني كان عندها لمعة في عينيها حلوة قوي، كلها جاذبية وكلها طفولة. كانت لما تبص بس كده لحد بعينها، كانت عينها بس بتتكلم، كانت بتتكلم ببراءة وبطفولة وبحب كبير. مهم قوي ان انت تحافظي على روح الطفلة اللي جواكي وتطلعيها عادي من غير ما تخجلي منها، وفي نفس الوقت متغلفة بوعي ومتغلفة بأنوثة، وتبقى أنثى متعلمة مثقفة. لو وصلتي لنهاية الفيديو واستفدتي منه، أكيد استفدتي. ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وتقولوا لي حابة نتكلم في ايه الفيديو اللي جاي. أشوفك في فيديو جديد. باي.